ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزة وصفة تكون حلوة ووصفة تكون بسيطة جدا وعلى قد ايدك. تابع معايا الفيديو. هتجيبي 3 حبات من الموز زي ما انت شايفة. انا هعملهم بالشوكة كويس. بعد ما عادوا ناعمين هنضيف عليها معلقتين من العسل الاسود او الاسمر. طبعا هو العسل طبعا كويس جدا للاطفال وحلو قوي، حتى الكبار كمان بياكلوا العسل كده على غيار الريق، قبل ما بيصحوا من النوم بياكلوه كده معلقه او معلقتين كده. العسل الاسود من اهم الحاجات اللي الناس بتحبها. ليه بقى؟ كويس جدا جدا للاطفال وللكبار. زي ما انت شايفه هنقلبهم مع بعض كده. قعدوا ناعمين معانا. وبعد كده تكوني مجهزه كوبايه من السمسم الابيض، او السمسم اللي هو المشكل، اللي هو حبايه بني وحبايه بيضه، طبق اللي متوفر عندك والمتاح عندك. وهتضيفي نص كوبايه من الفول السوداني. هنضربهم مع بعض في الكبه. وبعد كده هننزل عليهم على الخليط اللي احنا كنا مجهزينه، العسل بالموز. الوصفة ديت من أهم الوصفات اللي أنا بحبها، وكمان مفيدة جدا للأطفال، وكمان بتغسل كمان بطن الطفل حلوة قوي. ليه بقى؟ محطوط عليها عسل أسود، ومحطوط عليها سمسم سوداني، فول سوداني، محطوط عليها موز. يعني حاجة حلوة قوي، حاجة طبيعية ومن غير أي إضافات تانية عليها. طبعا أنا ما ضفتش سكر، والأحسن أنت مش تضيفي سكر عليها، تسيبها كده بالعسل بالموز كده حلوة. طبعا هنضيفهم في الحاجة اللي زي دي كده عشان لما نيجي بعد كده تكون متلجة ونخرجها تخرج معانا بكل سهولة، ويعني من غير ما تتهري مننا. هنديها كده خبطتين كده على سطح الرخامة كده. وبعد كده هندخلها الفريزر لمدة ساعتين. وطبعا نعمل فيها الشكل اللي زي ده، علشان الشكل اللي احنا نعمله ده طبعا هنضيف عليه شوكولاتة، علشان الاطفال طبعا مش هتاكلها كده، لازم الاطفال تاكل عليها. طبعا لازم الاطفال تحس ان هي بتاكل حاجة تانية، بتاكل حاجة حلوة كده. وبعد كده هنجيب الشوكولاتة هنزينها بيها. بصراحة الوصفة ديت من اهم الوصفات الجميلة والتحفة. وكمان الاطفال كمان هتحبها بجد. عجبت الاطفال جدا، وكانت طعمها حلو قوي وطعمها لذيذ جدا، وحاجه طبيعيه. وكمان انت ما ضفتش عليها كمان عسل وما ضفتش عليها حاجات تانية. لا، كل الحاجات اللي انت ضافيها حاجات حلوه قوي وحاجات ممتازه. ما شاء الله، حاجه تحفه قوي وحاجه جميله. وكمان الحاجات موجوده عندك في البيت من غير ما تشتري اي حاجه من بره. وهتزينيها باي طبعا تزيينه انت حباها واللي متوفر عندك. طبعا لازم تدخليها الفريزر لمدة ساعتين. زي ما انت شايفة طبعا بتخرج معايا بكل سهولة ومن غير ما تتهري مني ولا اي حاجة. تقدميها بقى ما شاء الله. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى منك لايك وشير، اتمنى منك بداية حلوة. مع الف سلامة.